خلال الأيام اللي فاتت السماء شهدت ظواهر غريبة ومبهرة وكلها تقريبا في نفس الوقت. ظهور 6 كواكب في سماء الفجر، اختفاء الشمس في بعض أجزاء من العالم، ده غير إن السماء اتملت بأعداد كبيرة جدا بشيء يشبه النجوم المتساقطة. بس الأغرب إن الحكاية لسه ما خلصتش. أنا ندى وده ندى توكس، يلا نبدأ حكايتنا. خلينا الأول نرجع ليوم 12 أغسطس 2026. قبل شروق الشمس بشوية حصلت حاجة غريبة، وهي تجمع ل6 كواكب في السماء. وال6 كواكب دول هم المشتري، عطارد، المريخ، زحل، نبتون وأورانوس. وظهروا في السماء جنب بعض، فبعض الناس أطلقوا على الظاهرة دي موكب الكواكب. بس اللي عايزين نوضحه إن الكواكب ال6 دول ما كانوش فعلا في خط واحد، هما كانوا ظاهرين لينا في خط واحد aligned من موقعنا على الأرض على نفس المسار تقريبا. وفي اليوم نفسه حصل شيء أكتر درامية، وهو إن القمر مر أمام الشمس، خلى في مناطق زي جرينلاند وشمال أسبانيا وأيسلندا الشمس تختفي تماما. يعني يوم 12 أغسطس 2026 تاني ظاهرة كانت كسوف كلي للشمس. وفي نفس الليلة تقريبا بدأت تظهر خطوط من الضوء في السماء، اسمها ايه؟ البرشويات، وهي واحدة من أشهر زخات الشهب اللي بتظهر كل سنة في شهر أغسطس، ووصلت للذروة السنة دي يوم 13 أغسطس 2026. الشهب الكتير اللي ملت السماء دي ليه اسمها برشويات؟ لأن هي بتبان لنا جاية من السماء من ناحية كوكبة اسمها برشاوس، بس الحقيقة إن دول مش نجوم سقطت من السماء. بصوا، الأرض أثناء دورانها حوالين الشمس بتمر كل سنة داخل بقايا من الغبار والجزيئات اللي سابها مذنب ضخم اسمه سويفت تاتل. ولما الجزيئات دي بتدخل الغلاف الجوي بسرعة كبيرة بتتحرق، واحنا بقى من على الأرض بنشوفها على هيئة خطوط ضوئية سريعة، ودي اللي احنا بنسميها الشهب. اختصارا بقى للي انا قلته، خلال الفترة الصغيرة اللي عدت اليومين 3 اللي عدوا الشمس اختفت، 6 كواكب ظهرت في السماء، وعشرات الشهب اخترقت الظلام. بس تعالى بقى اقولك على حاجة، تخيل اللي انت شفته ده كله ما شفتهوش في 2026. تخيل معايا ان احنا شفنا الظواهر دي كلها من 3000 سنة. ما كانش فيه بقى ساعتها لا وكالة فضاء ولا تلسكوبات حديثة ولا حتى تفسير علمي يفهمك ايه اللي بيحصل. السؤال ساعتها من 3000 سنة ما كانش هيبقى ايه الظاهرة الفلكية اللي بتحصل، السؤال كان هيكون ايه اللي السماء بتحاول تقوله لنا. يبقى انا ليه بقول لكم كده؟ لاني في الحضارات القديمة السماء ما كانتش مجرد مكان بيتواجد فيه النجوم، السماء كانت رسالة. هديكوا أمثلة. البابليين مثلا كانوا بيسجلوا حركة الكسوف والخسوف والكواكب بدقة شديدة جدا، وكانوا بيعتبروا بعض الظواهر السماوية على أساس إنها نذير، وممكن يكون بيرتبط بالأحداث اللي بتحصل على الأرض، مصير الملك، نتائج الحروب، حتى مستقبل الدولة. الكواكب أصلا بالنسبة لهم ما كانتش مجرد أجسام في السماء، كل كوكب فيهم كان ليه معنى كبير عندهم. المريخ مثلا ارتبط بالحروب والنار والصراعات، المشتري ارتبط بالسلطة والتوسع والقوة، زحل بقى أصبح رمز للقيود والاختبارات والانهيار وإعادة البناء. فتخيل بقى لما تجتمع مجموعة من الرموز دي مع بعض، كمان مع اختفاء الشمس، ومش بس كده، وكمان وجود شهب كأنها نار نازلة من السماء. اجتماع ده كله عند الإنسان القديم ما كانش مجرد ظاهرة جميلة، ساعتها كان هيبقى نذير إن في شيء كبير على وشك إنه يتغير. وغير التغيير كانوا كمان هيعتقدوا إن في دورة بتنتهي ودورة جديدة بتستعد إنها تبتدي. السؤال بقى اللي بيراودني في دماغي، هل الحرايق الكتير والحوادث اللي موجودة في بلادنا ليها علاقة بالظواهر الطبيعية الموجودة دلوقتي؟ الله أعلم، أنا مش دارسة فلك وما بقولش رأيي، أنا بس بعرض أفكار. نرجع بقى للي بيحصل اليومين دول. لو كنت فاكر ان العرض انتهى، لا لسه. فجر 15 أغسطس المشتري وعطارد هيظهروا في السماء قريبين جدا من بعض بفاصل ظاهري بيقارب 0.6، ومع نهاية الشهر حوالي يوم 28 أغسطس هيحصل كسوف جزئي عميق للقمر. يعني أغسطس بدأ بسما مليانة علامات، حتى مع نهاية الشهر القصة مش هتكون خلصت. بس هنا لازم نفصل ما بين عالمين، العلم بيقول دي ظواهر فلكية طبيعي إنها تحصل، لكل واحدة منها تفسير وحساب ومدارات، وعلى الحسابات العلمية الظواهر دي ما بتقولش إن وراها نبوءة ولا بتحمل رسالة خفية. بس الحضارات القديمة ما كانتش بتبص للظواهر دي على أساس إنها ظواهر عادي كده إنها تحصل. بالنسبة لهم السما كانت مراية، واللي بيحصل فوق هو انعكاس للي بيحصل تحت.
وعشان كده خليني أسألكم السؤال المثير أكتر، وهو مش إيه اللي حصل في السما في الأيام اللي فاتت، هو لو أجدادنا موجودين دلوقتي وبصوا للسما وشافوا الظواهر اللي بتحصل كانوا هيقولوا لنا إيه؟ هستنى إجابتكم في التعليقات. ودي كانت حكايتنا. باي باي.